سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو يلقاكم على خير. اليوم كيف ما كتشوفوا فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم ميني بطبوط بواحد الحشوه اللي كتجي بارده. انا اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. اول حاجه غنبداو بها هو العجينه ديال البطبوط. خديت هنايا واحد البول ودرت فيه معلقه كبيره ديال الخميره ومعلقه كبيره ديال السنيده، وهنا غادي نضيف 2 زلايف ديال الماء هنا عندي دافي، وعندي هنايا وهنا عندي زلافه ديال الدقيق الفورس وزلافه ديال الفينو. غادي نخلط مزيان وغادي نخليهم يخمروا. المهم ما غادي نضيف الكميه حتى نخليها واحد 10 دقائق حتى تخمر باش كينجح معنا ودغيا كتطلع العجينه. هنا من بعد ما خليتها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق غادي نكمل الكميه اللي عندي. انا زدت واحد جوج زلايف ديال الدقيق، وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه وصافي غادي نعجنها. صافي من بعد ما كتعجن مزيان غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزيت وغادي نخليها ترتاح. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون لينه، يعني كتكون رطبه بحال العجينه ديال المسمن، وغادي نخليها ترتاح. وهنا من بعد ما خليتها تقريبا واحد 15 دقيقه صافي خليتها حتى تضاعف الحجم ديالها صافي، وغادي نعاود نضربها فوق البوطاجي باش يخرج هذاك الهواء ديالها اللي كانت منفوخه به صافي، وغادي نقطعها. بالنسبه هنايا لهاد الكرات ديال العجين كيف ما كانوا، يعني ماشي بالضروري يكونوا قد حيت مازال غادي نطلقهم بالمدلك وغادي نخرج منهم هذاك البطبوط الصغير. صافي هنا من بعد ما شكلتهم كلهم غادي نطلقهم. غادي نطلق اول وحده، غادي نطلقها بالمدلك باش كتعرفوا ان العجينه راه ناجحه وطالعه. كيف ما كتشوفوا من العجينه كاينين واحد الوقيعات ديال العجينه، يعني دلكات مزيان وخليتها يعني حتى خمرت مزيان. صافي هنا وريتكم الاطار باش تقطعوا ولا اي حاجه، زلافه، كاس اللي كان موجود عندكم تقطعوا به، وشوفوا القياس اللي نتوما تبغيو. انا في الاول قطعت بهذا، ومن بعد غادي نكمل بواحد كبر منه بواحد شوي، يعني ما بيناتهمش بزاف. صافي من بعد ما قطعتهم انا هنا غادي نخليهم يخمروا واحد شويه عاد باش كنبدا كنطيب فيهم. وهنا كيف ما كتشوفوا انني عاود طلقت واحده اخرى، وهنا فين غادي نبدل هذاك الاطار، يعني درت الاطار الاخر راه ما كانش كبر منه بزاف، راه غير واحد شويه. انا فضلت هذا القياس هكا. المهم نتوما على حسب الرغبه، بغيتوهم كبار ولا صغار. صافي خليتهم هنايا حتى خمروا، وهنا غادي نبدا كنطيب فيهم. صافي هنا كنخليهم غير كيبداو كيتنفخوا واحد شويه، وكنقلبهم هكا باش كتجي العجينه يعني منفوخه وكتحل بسهوله، يعني كنبقى كل ساعه كنقلب فيهم. صافي وهكا كيف ما كتشوفوا دغيا كتبدا كتنفخ. صافي غادي نبقى على نفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم كاملين راه كيخرجوا كميه نيت. يعني هذاك القدر اللي عطيتكم ديال الدقيق راه خرج ليا هاد الميني بطبوط، ومازال واحد 3 المقيلات. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الحشوه
فيها هنا واحد شويه ديال مطيشه والخس، وهنا عندي واحد خيزوغي وحده هي وشويه ديال البصله، وهنا عندي شويه ديال الكاشير بالزيتون، وهنا عندي واحد 2 معالق ديال المايز، وهنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الجبن. المهم كاضافه الا كان عندكم الفرماج ولا الجبن، المهم اي حاجه بغيتوها تزيدوها. وهنا عندي جوج علب ديال الثوم خليتهم بالزيت ديالهم، بغيتو تصفيوها انا كنخليها بهم وصافي. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، والا كنتو بغيتو تضيفوا حتى قطيرات ديال الخل ضيفوهم، انا هنايا ما ضفتوش. وإلا كنتو بغيتو حتى زيت العود تقدروا تضيفوها، انا اكتفيت غير بهذيك الزيت ديال الثوم. وهنايا يعني اي حاجه تقدروا تضيفوها في هذه الحشوه، والحاجه اللي ما كتاكلوهاش يعني ما تقدروش تضيفوها. المهم صراحه هذه الحشوه كتجي صراحه حتى الا خليتوها حتى سلطه هكاك كتجي زوينه، ولكن مع البطبوط صراحه كتجي حسن. خديت هذوك البتيبيتات كاملين وحليتهم. المهم انا ما عمرتهمش كاملين، راه خرجت ليا كميه نيت. عمرت غير القياس اللي يعني غادي نبغي للفطور صافي. وهنايا غادي ندير شويه ديال الخس وغادي نعمر بهذيك الحشوه. وهنا عندي الفرماج غادي نضيفو حتى هو من الفوق، ولا تقدروا تخلطوه يعني حتى مع ديك الحشوه. المهم كيبقى من الاختيار ديالكم، انا هكا صراحه كندير ليه. غادي نبقى على نفس الكميه حتى كنكملهم كاملين. وهنا من بعد ما كملت هذاك ميني بطبوط كامل اللي عندي، ها كيفاش كيجي صراحه. راه كتجي العجينه ديالو الا تبعتوها بالطريقه باش درتها، يعني كتحاولوا في الاول تخليو الخميره تفاعل مع الدقيق، راه صراحه كتجي احسن من الطريقه القديمه يعني المعتاده عندنا. راه كيجيو صراحه مفشفشين، وكيف ما كتشوفوا كيجيو من الداخل خاويين. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم. وإلا عجبكم لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين، وشكرا لكم على المشاهده.